صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده معانا ريفيو جديد لنوع بن. الصراحه ما كانش ينفع اقاوم اني ما اعملوش ريفيو، لان النوع ده كان فعلا حلو بكل المقاييس. النوع النهارده هو نوع كارولينا من محمصه ري السعوديه. النوع القهوه ده هو جاي من بنما، بس الفصيله بتاعته كاتورا، مش زي البنما جيشة اللي اتكلمنا عنه قبل كده. الصراحه النوع ده فعلا متميز في كل مراحل عمل القهوه بتاعته، بجميع الانواع بجميع الستايلات. يعني جربته فلتر كان جميل جدا، بس نصيحة لو حابين تعملوه فلتر اعملوه على درجة حرارة 88، هتحسوا بطعم البرتقال جدا. وجربته كمان اسبريسو كان فظيع، فعلا تحس ان انت تشرب اسبريسو متوازن، في حمضية لكن حمضية فكاهية موزونة مع سويتنس جميل جدا. وبان فيها قوي الحمضية بتاعت البرتقال مع السويتنس بتاعت السكر البني، مع شوية هنتس كده من التفاح الاخضر. كان فعلا جميل جدا جدا جدا. فالنوع ده فعلا ياخد معايا العلامة الكاملة في جميع انواع وستايلات المشروبات. فيظهر ان قهوة بنما فعلا من القهوات المتميزة بجميع فصائلها، لأن حتى هو فصيلة كاتورا ومعالجة مغسولة كان رائع. حتى في مشروبات اللبن برضو كان جميل قوي. وقلت كده أخاطر وأعمله تركي وأشوف يمكن ما يظبطش معايا، لكن فاجئني وكان ظبط جدا، وكان في التركي برضو ملوش مثيل. فأحب أرشح أي حد يحب يجرب نوع بن متكامل إنه يجيب النوع ده، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو. سلام.